أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إعمار المساجد في زمن الإمام المهدي عليه السلام، هل إعمارها يكون بالصورة الشكلية والبناء الجميل فقط؟ الله عز وجل في هذه الآية المباركة قال إنما يعمر. أول شيء إنما استخدم أداة حصر. يعمر يعني يعطيها روحها ويعطيها معنويتها ويعطيها جوهرها الذي يليق بذكر الله تعالى. إنما يعمر مساجد الله ليس إعمار المساجد وإن ذكر المساجد، ولكن هو إعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى، إعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن المقدسة اللي هي بيوت الله. كيف نعمر مساجد الله في زمن الإمام المهدي عليه السلام؟ علينا أن نعبد الله أولا باليقين وبالحق وبالصدق وبالإخلاص، أن نتعبد لله تعالى. ثم بعد ذلك علينا أن نحترم رسول الله وأهل بيته، وثالثا نحترم العلماء والمراجع رضوان الله عليهم وإن اختلفوا. المراجع وإن اختلفت هم يبقون باب رحمة للناس، وعلينا أن نعمر مساجد الله بالإخلاص في عبادتنا، بالإخلاص في عملنا، بالتضحية من أجل ديننا، بالصبر على معاصينا. علينا أن يرشد بعضنا للبعض الآخر، علينا أن ينصح بعضنا للبعض الآخر. هكذا يريد منا الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي عليه السلام موجود، الإمام المهدي عليه السلام قائم، الإمام المهدي عليه السلام حاضر بيننا، يعرف كل شيء، يعرف ما الذي نريده وما الذي لا نريده، وإليه تسجل الأعمال. إذن الإمام المهدي عليه السلام عنوان للرحمة وعنوان للعلم والفهم. كيف نعمر مساجد الله؟ نعمرها من خلال العلم الحقيقي بالله تعالى وبأهل بيته وبالقرآن، والعلم الحقيقي بعوالم التقوى. ثم بعد ذلك علينا أن نخلص في عبادتنا، لا نكتفي فقط بالرونق الخارجي، وعلينا أن لا نعمم. إذا ظهرت سيئة في جامع ما، إذا ظهرت بوادر سيئات في جامع ما، يجب أن لا نقول كل الجوامع مفسدة أو المؤمنون كلهم فاسدون، لا، علينا أن نقول بأن الشخص الفلاني عليه السلبية أو النقطة الفلانية ونعالجها، لا نتشمت بها ولا نفضحه ولا نتربص به تربص المريبين. علينا أن ننصح أخواننا المؤمنين، علينا أن ننصح أخواننا أهل الجوامع بالعمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن العبادة الحقيقية هي السبيل الذي يؤدي بنا إلى إعمار المساجد. من آمن بالله يعني من وحد، واليوم الآخر الذي آمن بالغيب، ومن الغيب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف المبارك وعليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يعمر مساجدنا بالتوحيد والعمل الصالح، وأن يغفر لموتانا وموتاكم، وأن يرحمنا ويرحم نساءنا وأمهاتنا وبناتنا، ويرحم آباءنا وأعمامنا وكل من يتعلق بنا، وأمواتكم وأمواتنا، أنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.